السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل كنافة بالمانجا بطريقة حلوة هتعجبكم ان شاء الله، وسهلة وسريعة ومقاديرها بسيطة جدا. تعالوا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف الوصفة هنعملها ازاي. نسمي الله كده ونبتدي الوصفة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا مانجا، انا طبعا دي مانجا زبدية، انا غسلتها وقشرتها. وهاخد بس كده الجنبين ده هقطعه شرايح، وبقات المنجاية هاخدها في الطبق التاني كده علشان احشي بيها الكنافة. شايفين كده؟ اقطعها بس كده مكعبات صغيرة. هناخد طبعا كل اللي بقيت المنجاية دي هنحطه في الطبق مع بعض. ده هنحشي بيه الكنافة من النص كده. هضيف ده كده في طبق لوحده. ودلوقتي هقطع القطعة اللي انتوا شايفينها ديت، هقطعها شرايح تكون شرايح رفيعة، ما تكونش تخينة يعني. ما تجيبيش مانجا طرية قوي علشان تعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها كويس. تمام كده اهو. الطرف ده كده هنشيله نحطه برضو مع اللي احنا مقطعينها مكعبات دي. هكمل بقى المانجا اقطعها بنفس الطريقة، وهنرجع نشوف هنكمل نعمل ايه. هنا يا بنات خلاص انا قطعت المانجا بالشكل ده اهو. هحطها بقى في التلاجة على ما اخلص بقية الوصفة واحمر الكنافة وكده. معايا بقى كيلو كنافة. انت حابة تعملي صينية صغيرة شوية، نص كيلو كنافة مفيش مشكلة. فانا هعمل صينية حلوة كده فهتاخد معايا كيلو الكنافة. انا كنت شارياها من كام يوم، بعدين حطيتها في الفريزر وطلعته دلوقتي. هفركها بس بايدي كده بسيط. انا مش عايزة انعمها قوي عشان لسه كمان هتنعم شوية واحنا بنحمر. احنا بقى ممكن نحط عليها السمنة وندخلها الفرن تتحمر. وممكن برضو نحمرها على البوتاجاز من فوق. انا ما ولعتش الفرن وحمرتها على البوتاجاز من فوق. هضيف عليها بقى كوباية سمنة وهقلبها كويس. هقلب بقى السمنة مع الكنافة كويس جدا. وبعد كده هحطها على البوتاجاز. خلاص كده انا حطيت السمنة على الكنافة. وبعد كده ولعت البوتاجاز وحطيتها على البوتاجاز علشان نبتدي نحمرها. شايفين؟ واخده لون حلو جدا، واخده لون ذهبي كده، بس الكاميرا مفتحه اللون شويه. فانا ما حبيتش احمرها قوي عن كده. طبعا انت لو حابه تحمريها زيادة عن كده مفيش مشكله خالص، زي ما انت حابه. فده اللون الذهبي الحلو ده، ما مرضتش احمرها عن كده. هضيف بقى عليهم 4 معالق كبار كده من السكر البودره. وهقلبهم مع الكنافه كويس كده لغايه ما الكنافه تشرب السكر كويس وخلاص ما عدناش نقلب. لو ما فيش عندك سكر بودره ممكن تضيفي عسل شربات اللي هو بتاع الكنافه التقيل ده. تضيفي مثلا نص كوبايه على الكنافه ولا حاجه. هنبتدي بقى نضرب دلوقتي الكريمه. معايا كوبايه كريم شانتيه، هضيف عليهم معلقتين كبار سكر بودره.
لأ هو الكريمة كانت سكرها مضبوط معايا حلوة جدًا، مش مسكرة تجزع النفس وكده. لو حابة تزودي سكر أنتِ بقى براحتك. هاضيف عليهم كمان نص كوباية حليب أو كوباية إلا ربع حليب. لو مش موجود عندِك حليب يبقى مَيّة ساقعة متلجة من الفريزر. الحليب طبعًا أنا كنت حاطاه في الفريزر تلج ويعني سقع جدًا، جدًا عشان الكريمة تربط معايا بسرعة. فأنتِ لو ما فيش حليب هنضيف مَيّة ساقعة متلجة. هابتدي بقى أضرب كده الكريمة بالشكل ده، تتقل معايا بسرعة أهو. خلاص كده الكريمة معايا جاهزة أهو يا بنات. دلوقتي أنا هاحطها في كيس من بتاع التلاجة، لو عندِك كيس حلواني ماشي، كيس تلاجة ماشي، أي حاجة تمشي يعني ما فيش حاجة هتقول لأ. فأنا فرّغتها كده في كيس تلاجة، ودلوقتي هابتدي بقى أرُص كده الصينية. رصيتها كده بالشكل ده. دلوقتي هاضيف عليها بقى الكريمة. ده كيس تلاجة عادي خالص، قطعت منه حتة من الطرف كده وحطيت فيه الكريمة وهابتدي أوزّعها بالشكل ده. ده أسهل يعني. أنا وزّعت كده الكريمة على وش الكنافة، وكمان ضِفت المانجا اللي كانت في الطبق، مش اللي إحنا هنضيفها على الوش اللي مش متقطّعة شرايح، اللي هي اللي إحنا مقطّعينها مكعبات. وهابتدي أرُص تاني فوق منها كنافة. طريقتها سهلة جدًا. إن شاء الله جرّبوها هتعجبكم. خلاص رصيت كده الرق التاني من الكنافة. هابتدي أوزّع برضه عليها الكريمة. وزّعت كده الكريمة على وش الكنافة بالشكل ده. ودلوقتي هنبتدي بقى نزينها، نحط عليها المانجا من فوق داير ما يدور كده. الرصة بقى اللي أنتِ حاباها، حابة تحطي بقى زي ما أنتِ عايزة. أنا هاعملها بشكل وردة كده. وكده كنت رصيت المانجا بالشكل ده. شايفين شكل الصينية حلو جدًا، جدًا، وبجد طعمها حلو، عجبت ولادي وعجبت كل اللي أكل منها. يا رب النهارده وصفتي تكون خفيفة على قلبكم. وأتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وإن شاء الله أشوفكم على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.